السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ واكلة اليوم النهاردة هنشوفها مع بعض وهنعملها مع بعض احلى اكلة ان شاء الله. نعمل الحواوشي البيتي. معانا هنا اللحمة بتاعتنا، ومعانا البصل والفلفل والثوم وكزبرة ناشفة وفلفل اسود وفلفل احمر وملح طبعا، واهم حاجة مكعب المرقة اللي هيعزز طعم الحواوشي ان شاء الله. هنا كان جايلي عيش مخبوز زي ما انتم شايفين كده، عيش من البلد مخبوز، فحبيت اعمله احشيه جواه كده، نستفاد بالعيش الطري الطازة الجميل ده اعمله حواوشي. فعملت اللحمة زي ما انتم شايفين كده، خلطت المقادير كلها وزي ما يكون بتعجنيها كده وتسيبيها شوية ترتاح. وبعدين هناخد العيش بتاعنا الجميل ده الطازة ده وهنفتحه زي ما انتم شايفين كده بالسكينة، الا حتة صغيرة هنسيبها كده من الرغيف ماسكة فيه. وهناخد قطعة من اللحمة مش كبيرة، احنا مش عايزين يبقى لحمة كتيرة بحيث ان هي تستوي بسرعة، هي طبقة خفيفة زي ما الراجل بيبقى عاملها لنا كده. وتعمليها وهتحطي رشة زيت على الرغيف من بره من فوق كده ومن تحت، ولو هتحطيها على الرف يبقى تدهنيها دهنة حلوة كده. لو هتحطيها في الصينية زي ما انا حطاها تدهني برضو الصينية. انا دهنة الصينية دهنة زيت بحيث ان العيش يتحمر زي ما انت شايفة كده. اديني طلعته كده من الفرن، وديك شايفة اللحمة جواه استوت وبقت طعمها جميل وغير الريحة الصراحة تحفة. وادي شايفين ما كملش 10 دقايق هتحطيه كده وتقلبيه مرة على الوش ده ومرة على الوش ده، هتجيبي سكينة وتقطعيه، وبألف هنا وشفا. يلا اديني اشتراك ولايك.